مساء الخير على حضراتكم. لكل العملاء اللي حابه النهارده ان هي تشتري في الساحل الشمالي، تكمل الفيديو ده معايا للاخر. هحكي وهنتكلم عن مشروع من اهم المشاريع اللي موجوده في راس الحكمه، ومشروع بيطلب بالاسم. وما تترددش لحظه انك تتواصل معانا على رقم تليفوني اللي بسيبه دايما اسفل الفيديو لو عندك اي استفسار او حابب انك تعرف ايه الفرق ما بين المشروعات اللي موجوده في راس الحكمه بالتحديد. أنا فين؟ أنا في بيبول أند بليسز عشان نشرح مشروع العميل بيطلبه بالاسم، مشروع زمد. وهينورني في الفيديو طبعا، هيشرح لنا كل التفاصيل الخاصة بالمشروع مستر كريم حسنين من بيبول أند بليسز. أهلا بيك وتشرفت بيك يا كريم. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله في نعمة. عايزك توضح لكل العملاء ولكل المستثمرين اللي بتتفرج معانا على الفيديو وعايزين يشوفوا بقى كل التفاصيل. وبحاول دايما ان انا اقدم لحضراتكم احسن الشركات فعلا اللي هتلاقيها مختلفة، والمنتجعات الخاصة بيها بتتعمل بأعلى كواليتي حضرتك بتفكر فيه دايما. هنبتدي منين بقى يا كريم؟ هنبتدي من هنا ولا هنبتدي من ورا اللي انت عايزه؟ احنا هنبدأ سريعا بنعرفكم بيبل اند بليسز. بيبل اند بليسز شركة مصرية اتأسست في شهر 6 2022 على ايد الفاوندر بتاعنا مستر نبيل عماشة. الراجل ده كان CCO اعمار من 2008 ل 2018. هو سبب كبير جدا، هو السبب الرئيسي في نجاحها. مستر نبيل كان له سبب كبير جدا في ان اعمار خدت واي زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي من 2008 لحد 2018، 10 سنين. فلما يبقى موجود في بيبول اند بليسز اعتقد ان هو نفس الواي بالظبط. الشركه برضو هتروح لمستوى عالي، وده احنا بنشوفه في حجم المبيعات اللي موجود الفتره الاخيره في بيبول اند بليسز، سواء في مشروع نيو زايد او في المشروع بتاعهم زمد اللي في راس الحكمه. معاك يا كريم اتفضل. الدار لما جت خدت صودك في 2018 انتشلوه من اعمار بطريقه صعبه جدا باكبر دي في الشرق الاوسط عشان ينضم صودك كانت ساعتها بتبيع بارقام بسيطه، وهو ماشي 2022 عشان يأسس شركته. صودك بقى بتبيع ب5 أضعاف الارقام دي، ولغايه دلوقتي هم لسه في البلاتو ده عشان يكسروا الارقام دي. الراجل ده هو مؤسس فكره EOIs من بابها، هو سبب الفكره دي عشان انا ابقى عارف وانا بعمل اللونش بتاعي ايه الديماند بتاعي. انا لميت شيكات اكتر ستاند الونز ولا توين ولا شاليهات ولا تاون هاوسز، فبالتالي الونش بالتسعير والشركات اللي بتعمل مش مجرد الم بلان، وهو بالظبط هو بيبقى لامم كل شيء. وكان ايه اللي بيميز صودك واعمار في الوقت ده؟ كانت التسليمات البدري او في ميعادها، والديزاينز والكواليتي الافتر سيل سيرفيس. هو ده اللي مستر نبيل ماشي بيه من زمان، وهو ده اللي هيعمله اكيد المشروع بتاعه. انا متاكد ان هو هينجح جدا، وهو اوريدي دلوقتي حقق نجاح كبير جدا. الشركه في اخر 4 شهور بايعه بحوالي 5 مليار، فده رقم كبير، ده مش رقم صغير يعني. سواء في مشروع نيو زايد او في مشروع الساحل، فدي حجم مبيعات مش قليله خالص يعني. هنبتدي بقى. مشروع زمد موجود فين؟ موجود في كيلو 195 راس الحكمه قبل الخليج بالظبط. البحر عندنا خيالي، ما فيهوش طوبه، بحر بيمتد 800 متر عرضه على مشروع عمقه كيلو 200. احنا 307 فدان حجم المشروع كله، وبنتميز ب 28 فدان كله لاجونز طبيعيه جدا، ووتر فيتشرز وحمامات سباحه. الفيلل نسبتها قد ايه؟ 70% فيلل. وده مش هيخلي الشط زحمه او مش هيخلي المشروع اطلاقا خالص. اطلاقا. احنا بدانا 22 سنه 22 بلونش الكابانز. الكابنز دي تبقى اوضه او 2 أو 3 فولي فينيشت وفولي فيرنيشت، وهتتسلم السنه دي ديسمبر 2025، 9 شهور بدري. ده بيدل قد ايه عن الراجل ده همه كريديبيليتي الناس، مش مجرد بحط يونتس وبيعها واكسب وخلاص. بدانا بالكابانز دي. انت بتبيع عادي في الجزء اللي على ايد اليمين ده، كل ده هو ده اللي الشركه فاتحه فيه بيع. انا هقول لك، انا شغال على فيز 1 اللي على الشمال دي، النص ده كله من اول هنا لحد هنا. النص ده لسه نوت لونشد، احنا ماشيين كده، وده بيدي ادج. والانشاءات شغاله من اول هنا كده برضه، شغالين انتوا كده. انشاءات شغاله من اول هنا، وصلنا غالبا لحد هنا في سنتين بس. وهنسلم الناس السنه دي بدري الكابنز بتاعتها، واول صف ميديترينيان وشويه في الووتر فول. طب هل في اي حاجه متاحه في الكابنز اللي البيع دلوقتي؟ في متاح عندي، واستلام ديسمبر 25. ديسمبر 25 ده تمام. اسعارها ايه ومساحتها ايه؟
هي يا اوضه يا 2 يا 3. هي المفروض بتتباع مع الفيلل، بس احنا باي ريكوست ممكن نحاول نوصل للحوار ده او نحاول نفتح الكابنز دي. الاوضه بتبقى حوالي بافريج 35 مليون، متشطبه مفروشه دي على مساحتها قد ايه؟ حوالي 90 متر. حوالي اوضه 90 متر. طب حلو قوي. عندنا الاوضتين حوالي رينج برضو 120 130 متر في حته ال 48 ل 52 مليون. وعندنا الثلاث اوض افريج 150 متر، دي بتبقى في حته ال 56 ل 62 مليون. هتتسلم بدري متشطبه على 4 سنين متشطبه مفروشه. ودي انظمه سدادها ايه بقى؟ اللي هي استلام السنه دي. بدفع 20% والباقي على 4 سنين ايكوال انستولمنتس. حلو. طيب لو مثلا لو عندي كابن استلام مثلا 4 سنين، هل متاح ولا لا؟ ولا هو كل اللي لسه متاح؟ ممكن بعد اللونش الجاي، وانا هشرح لك ايه فكرتنا يعني في اللونش الجاي. طيب بالنسبه للفيلل بقى، هقول لك. احنا بقى خليني بس اول اتكلم على البارتنرز اللي معانا. هم اللي كانوا بيبقوا معايا في نبيل واكتر في صادق وفي اعمار. احنا معانا الخرافي البنيه التحتيه انفراستراكشر، معانا اوراسكوم وراتكون والو بيلدرز. الثلاثه بيبنوا، كل واحد ماسك مرحله كامله بيبنيها لوحده. انتوا اكبر شركات في البلد هي اللي بتبني المشروع. والله العظيم. وهتلاقي اللوجوز كلها على الرندرز على الفيديوز وهم بيقدموا كمان اعلى جوده في الانشاءات بصراحه. اعلى جوده واعلى ماتيريال، مفيش اي بخل خالص في اي انشاء، في اي بناء، في اي تايب ازاز. حتى وكلامك حتى على الازاز، عشان احنا معانا باشمهندس محمد فارس شركه الكيمي، هو اللي عامل البوشورز الماستر بلانز، هو اللي ماسك الاكستيريور والانتيريور ديزاين. فهو يعني لا شركه الكيمي شركه كبيره، الناس تعرف عنه ان هو بيحب قوي في الديزاين بتاعته يزود من الازاز شويه. فلور تو سيلينج كله جلاس. تمام. اول مرحله بعد الكابنز ميديترينيان فيلاز. دي فيلل على 6 مصاطب. ارتفاع المصاطب دي من البحر لحد اخر مصطبه حوالي 49 متر. ما بين كل مصطبه والتانيه كل مصطبه 7 متر، عشان تدي ايدج للمصطبه اللي وراها انها تشوف البحر مستريح. يبقى عندي سي فيو. انا بادئ اول فيز اللي هي دي ماد 1، دي معظمها 2 ستوري فيلاز، وفي حاجات 1 ستوري ديزاينز عشان يبقى عندي فرايتي يعني في الفيلا. المساحات والاسعار ايه في الفيلا اللي موجود؟ عندي مساحات من اول 296 متر في اخر صف لحد حاجات تكسر ال 550 متر في اول صف. انا بكلمك على انترنال اريا مش لاند اريا مش بلوت، ده السلبل اريا. السعر بتاعها كام يا كريم؟ الاسعار معايا بتتراوح هنا من اول الصف السادس. عندي فيلل استلامات بدري 27، عندي فيلتين هنا 603 و605 بيبقى افريج 44 مليون فولي فينيشد على 9 سنين. شرط بس ان انا وقت الاستلام اكون محصل 40%. عندي لحد الصف الاول عندي اغلى فيلا ب 209 209 مليون. اكبر فيلا 6 اوض، اكبر فيلا 209 مليون. 209 مليون. عظيم. وطبعا كل الفيلل بتتسلم كلها متشطبه باي الكيمي كلها. كله متشطب. وعندي اوبشن الكوره نشاله فليكسي اللي هو 80% تشطيب لو انا ده قرار بقى العميل. طيب ما اتكلمنا عن المنطقه دي. المنطقه دي احنا قلنا لسه اليمين مش لونش تيات، بس دي المنطقه الكوميرشال بتاعتنا اسمها باي ذا بيتش دي. هيبقى عندي هنا كمان 2 بوتيك هوتيلز. احنا توتال اوف 5 هوتيلز ان شاء الله هيبقوا في المشروع. هيبقى الحته دي هيبقى فيها كوميرشال، هيبقى فيها ريزيدنشال بسيط عشان البوتيك هوتيلز دي، هيبقى فيها كلينكس، هيبقى فيها نيرسريز، هيبقى فيها اي فاين دايننج، هيبقى فيها كل حاجه تخدم الاند يوزر. لو هو خليه ما يخرجش بره الكومباوند. هم ليه خلوها على البحر؟ يعني ليه في معظم المنتجعات بتبقى موجوده في اخر المنتجع. ده سؤال حلو قوي يا اسلام الصراحه. ليه ما خليتش دي فيلل؟ لان دي ممكن تبقى حته من اغلى الحتت اللي في الارض عندي عشان هي اللوكيت على البحر. انت ممكن تعمل فيلل مكانها ستاند الون وتمسك فلوس يعني اخطر بكتير. يثبت لك بقى ان الراجل ده مش بيفكر بس في الفلوس، الراجل ده بيفكر في خدمه العميل افتر سيل سيرفيس وفي الاكسبيرينس كلها. مش بس ان انا ابني فيلل حلوه ابيعها بسعر غالي ومش مهم العميل، لا انا واخد حته اهي يعتبر تلت الفرونت رو بتاع الفيلل، تلتها اهو لو احنا شايفين. عامل فيها كوميرشال، كله كوميرشال وبوتيك هوتيلز بسيطه تخدم على الناس، تخدم على السياح اللي هيجوا لي عشان قصه راس الحكمه اللي احنا داخلين عليها دي بقى لنا فتره، وعشان تدي ايدج للكلاينت ان هو ما يضطرش يخرج بره. حب يخرج بره عشان هو عايز يخرج بره، دي حاجه بايده، بس هو مخليك هنا كل حاجه. وكمان انا شايف ان المساحات كبيره ما بين كل بيلدينج والتاني، يعني انتوا سايبين المساحه بتاعتها كبيره للمطاعم والكافيهات، فانا شايف ان هي بصراحه تبقى حلوه جدا في الاكسبيرينس بتاعت الكلاينت مش بس الانفستمنت. طيب هدخل بقى هنا على الفيلل اللي موجوده هنا بقى في نص المشروع.
دي فيز اسمها ووتر فول فيليج، هشرح لكم ليه اسمها ووتر فول بعد كده. انا عندي هنا موست اوف ذا تايبس، معظم انواع اليونتس موجوده هنا، كلها على لاجون دايركت سواء قبلي او بحري، كلها على لاجون زي ما انتم شايفين. كل بيت قدامه لاجون او في ظهره لاجون، مفيش حد مش شايف ميه. سويمابل، كله سويمبل، لاجون طبيعي مش كريستال لاجون، كلها لاجونز سويمبل يعني بالرمله يعني اقصد كلها برمل. مفيش كريستال لاجون خالص، كلها طبيعيه. عندي هنا الفيرست رو ده كله فيلل 4 بيدروم، اسمها برايفت لاجون بيتش فيلا. هي حلوه قوي عشان انت معاك تطلع من اللاجون. بيتك تطلع من بيتك جنينتك الخاصه قدامك رملتك الخاصه برضه. صح. يعني انت كل فيلا قدامها الجنينه طبعا بتاعتها، وقدامها برايفت بيتش لوحدها. هي دي ميزتها. انتوا عاملينها هنا وعاملينها هنا، يعني عاملينها في الحته دي كتير بس يعني. دي اكتر واحده ليها برايفت بيتش، عشان هي كل فيلا قدامها الحته ستاندي بتاعتها لوحدها. الفيلا دي يعني افريج 47 48 مليون متشطبه، 4 اوض. المساحات بتاعتها قد ايه؟ حوالي اواخر ال 300. اواخر ال 300. طب عظيم. طيب الاريا دي كده بالظبط اقل سعر فيلا فيها ايه؟ يعني بص، يقدر هي الميزه في البروجكت بتاع ذا ماد ان انت ممكن بنفس الرقم تودي الكلاينت بتاعك في كذا فيز او كذا حته حسب النيد بتاعه. هو عايز حاجه برايفت، عايز حاجه فيها اكتيف لين كوميونتي، زي ما هنوصل للجيو دلوقتي هشرح لكم ايه اكتيف ليفنج كوميونتي، يعني ليه الفيز دي كلها اباوت فتنس ولايف ستايل. عندي هنا هنتكلم عليها برضو الجري لاجونا، دي كلها سيرفيسد باي الاوتيل الثاني بتاعنا اللي هو كامبل جري، اوتيل انجليزي لبناني موجود في 12 دوله حول العالم. ده معاكم برضو؟ ده اكيد معاكم. مش عايز احرق لك الدنيا. انت بتتكلم لا في فيلا يعني اقل سعر فيلا هنا بكام؟ في ووتر فول بالاخص تتكلم في افريج ثلاثينات. يعني في حاجات ب 30 هنا طبعا، وبيبقى في ارخص من كده ورا شويه. اللي يعني انا اقصد بس ايه، انا عايز ادي كل المعلومات للعميل اللي بيتفرج على الفيديو ده، بحيث ان هو لو بيعمل مقارنه ما بينك وما بين اي مشروع تاني يبقى عارف ان الشركه هنا هي بتقدم منتج حلو وسعره حلو. بص، هو ونظام سداد حلو. الميزه ان احنا عشان في الاول اسعارنا ملائمه جدا على الديزاين اللي انت بتستلمه، على الكوميونتي اللي انت داخلها، وعلى السيرفيسز والامانيتيز اللي موجوده. مفيش مشروع في الساحل 307 فدان هيبقى منشأ او هيبقى جاهز ب5 اوتيلات، منهم واحد انترناشونال لسه هنلونش في شهر 7. احنا ذات نفسنا كبايعين والله ما نعرفوش. ده هيضرب السعر في حته ثانيه كمان شهر، ان هو انترناشونال اوتيل تقريبا ما جاش مصر قبل كده. مش عايز اديك اكزامبل عشان بجد ما اعرفوش. هيبقى موجود. ده الكلاب هاوس اللي موجود هنا، صح كده؟ ده الكلاب هاوس اللي موجود هنا. بيخدم على ووتر فول، بيخدم على جري لاجونا. وعندي هنا طبعا اي حد ممكن يخشه. طبعا عندي هنا كلاب هاوس موجود هنا. عندي هنا الهوتيل بتاع كامبل جري، الغرف بتاعته هنا كلها بتخدم برضه على الكابلز وتخدم على الفيلل. والانترناشونال هوتيل هياخد اللاجون الاخير ده عشان هيبقى بيخدم طبعا على الكابنز اللي هنا، وهيخدم على اللونش الجديد بتاعنا اللي هو لوما، اللي هو كله 1 ستوري ستاند الونز او توين هاوسز كلها شايفه البحر. اسعارها هتبقى عامله كام؟ اسعارها ستوري هيبقوا متقسمين على 7 مصاطب. هم 6 مصاطب اكشلي، بس المصطبه الثالثه مقسومه على 2 عشان كله يشوف البحر. عندي الاسعار هنا بتبدا هنا اخر صف ده الوحيد اللي بيشوف البحر من الدور الاول والبنت هاوس. ليه؟ ان ده لونش الاول نفس المستوى بتاعنا. نفس اول لونش لينا للتوين هاوسز في المشروع. ما فيهوش غرفه واحده، وما كانش فيه توين هاوسز. هيبقى فيه توين هاوسز هنا، المصطبه ال7 دي توين هاوسز 2 ستوري. ليه؟ عشان اشوف البحر من الدور الاول والبنت هاوس زي ما قلت لك. بس اي حاجه بعد كده من الصف السادس، الصف الاول هيبقى كلها 1 ستوري. يبقى انا عندي هنا توين هاوس دورين 2 ستوري. بعد كده الصف السادس هيبقى توين هاوس برضو بس 1 ستوري فول سي فيو من الدور الارضي. كان عندي من الخامس الاول كلهم 1 ستوري ستاند الون. الاسعار هتبقى عندي بادئه من 35 مليون متشطبه في الصف السابع، وحتى توصل معايا بقى لحد 170 مليون الصف الاول. ده متشطب. امتى اللونش ده؟ اللونش ده هيبقى يوم 15/6. 15/6. طب تمام. نيجي هنا عندي بقيه التايبس. عندي هنا ستاند الونز، عندي فيلا 3 اوض، عندي فيلا 4 اوض، عندي تاون هاوسز 180 متر بتراوح من 25 ل 27 مليون حسب انت عايزها كوره انشال او متشطبه. وعندي برضه تاون هاوسز 200 متر فيما فوق ستارتنج 30 ل 35 مليون برضه. عظيم. حسب انت عايزها متشطبه. عندي شاليهات اوضتين، عندي شاليهات 3، عندي بنت هاوسز هنا. هنا عندي معظم الشاليهات كلها G+2 5 يونتس بير فلور، وكلها على اللاجون.
كلها على اللاجون، سواء حاجه باصه كده او حاجه باصه كده كلها على اللاجون. طيب هنا عندي الكلاب هاوس بتاعي، تمام. في جيم بسيط وفي طبعا البور بتاعي، ده البول بتاع كلاب هاوس. الجزيره دي اسمها بينينسولا ايلاند. ايه بقى الجزيره دي؟ الجزيره انتوا دي ناقلينها من بره يعني؟ هل في حته مثلا موجوده خارج مصر؟ في حته في امريكا اسمها بينينسولا بس مش جزيره، في نيويورك عادي، تمام، بس مش جزيره، هي اسم عادي، اسم حته في مدينه، تمام. من هنا بقى، من الجزيره دي، جزيره ساندي جدا، بيبدا هنا بقى الشلال اللي على اساسه اسمه الووتر فول فيليج. يبدا شلال بسيط كده هنا بامتداد بسيط قوي ما بين كل حته هنا وهنا 2-3 متر، عشان بس الشلال ياخد مجراه. وده جديد، ده انا ما شفتهوش ده في اي مشروع. دي فكره. بص، هم هنا بيهتموا بالاكسبيرينس وبالووتر فيتشرز. هنيجي بقى لاخر حاجه. لا لسه هنا، انت مستعجل لسه. لا عندنا هنا الحته دي جري لاجونا، الحته دي كلها سيرفيست، ما فيهاش يعني سيرفيس باي كامبل جري، مش الاوتيل عندي قدام، بس كلها سيرفيست، كلها على اللاجون. اللاجون طول الوقت سيرفيست، البيوت طول الوقت سيرفيست اون ديماند حسب انت عايز ايه. وعندي برضو هنا الكلاب هاوس بيخدم برضو على هنا، وفي جيم صغير، وعندي بار لذيذ جدا. عندي هنا المساحات اللي عندي بتبدا من 100 حاجه و20 متر، اوضتين، وعندي الثلاثه، وعندي لوفتس، كل ده لوفتس 2 و3. مفيش 1 بيدروم عندكم؟ مفيش 1 بيدروم في المشروع كله، يا غرفتين يا 3. مفيش 1 بيدروم في المشروع كله بتاع الساحل. احلى حاجه، عشان ده يدل ان احنا مش بس عندنا تكدس، يعني ده 70% فيلا ومفيش 1 بيدروم، ده بيدل ان احنا ما عندناش تكدس او هيبقى فيه ازدحام. لا مفيش خالص. لبحر عرضه 800 متر، مشروع عمقه كيلو 200 خالص. يعني هو بصراحه اللي هيبقى عنده بيت هنا بصراحه هيبقى بيروح زميد عشان يفصل وعشان يبقى مبسوط هو واسرته. انا لما بلاقي خالص اللي قدامي مش مقتنع خالص، انا بديله هند بسيطه عشان السنه الجايه لما يجي يشوفني يقول لي انت كان عندك صح، انت راجل امين، انت شاطر، او انا مش شاطر بس انت راجل امين وعندك رؤيه. اللي مش هيشتري السنه دي بجد والله العظيم بجد، بس لا الاسعار هتضرب كده هيخسر انفستمنت مرعبه، زي زمان اللي ما اشتراش صادق واعمار وكان بيقول لك إيه مين دول وايه ده، ومين اللي بيبني في المقطم ده، ومين اللي بيبني في ايه، وام فيدا دي اللي بعد الاي يو سي، احنا التجمع خلص عند الاي يو سي، كنا ممكن من 10 سنين. صح. بس بجد 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 فرصه للانفستمنت والاند يوزر محترمه جدا. انا دايما يا كريم بقول ان الشركات اشوف مين اللي بيبني، مين اللي بيعمل الديزاين، مين السي سي او، الشركه ايه الفكر بتاعها، طب عامله ايه في الانشاءات دلوقتي، التسعير بتاعها، نظام السداد بتاعها، الديزاين، الماستر بلان، كل ده بيبين اذا كان المطور فعلا عايز يعمل شغل مختلف او يبقى زيه زي عدد كتير من المطورين. وانت عارف ان في مطورين كتير في الساحل ما اكثر المشاكل عندهم. في مطورين كتير قوي، ما بحبش بس مش هذكر اي اسامي اكيد طبعا، مش عشان احترام، يعني عشان ما حدش يفهمها غلط. في مطورين كتير جدا يعني ارضهم 500 فدان وعرض البحر بتاعهم كيلو، وانا معاك في كيلو دي، بس عنده اوتيلين. في مشروع 200 فدان عنده اوتيل واحد ومكسر الدنيا. فهو في يعني، ودي اسامي مطورين كبار قوي جدا يعني. فانا شايف ان الماستر بلان دي محترمه جدا. مش عشان انت شغال في، والله العظيم لا خالص. بص انا شخصيا ما اشتغلش في حاجه غير لما مقتنع بيها عشان اعرف ابيعها. اخر مرحله دي ايه بقى؟ اخر مرحله بقى جيو دي الاكتيف ليفنج كوميونتي عندنا، يعني تهتم باللايف ستايل والفتنس اكتر، شبابي وعائلي طبعا. عندي اطول لاجون فيها. عندي الي 7 اول مره يعمل ويلنس هوتيل في يعني ده اوتيل انتوا الي 7 جيمز، اول ويلنس هوتيل في الشرق الاوسط، بيهتم جدا بالفتنس والنيوتريشن، بيقدم حاجات كتير قوي ريليتد للصحه، زي حابب مدرب هيجي لك او تروح له، حابب علاج طبيعي هيجي لك او تروح له، حابب تأجر اي ايكويبمنت لوقت الصيف بيأجرها لك. طب انت ايه اللي عندي في عندي غرف كلها مهتميه بان انا ماشي على دايت محترم وعلى تمرين محترم واون ديماند سيرفيسز لاي حاجه في جيو. بالاخص عندي كلاب هاوس هنا تاني قدام اوتيل الي 7. بعد كده عندي بقى الازرق ده كله، ده بول اسمه اكوا سين بول، ده اطول بول طوله يمتد 500 متر، اطول بول في الشرق الاوسط، حواليه كله تراك جري وعجل حوالي 950 متر. في كل حته هتلاقي حته وودن ديكس، ساندي بيتش عشان ما بيحبش الرمله يقعد على ما بيحبش النجيله يقعد على الخشب. دي فيلل ولا دي كلها فيلل؟ يعني دي كلها اسعارها كام؟ دي ايه اسعارها كام يا كريم؟ دي الجيو فيلا دي تعتبر يعني شبه التاون هاوس شويه عشان هي اتاتش سنه. دي ب 25 مليون فولي فينيشت على 9 سنين، ممكن في اوبشن كورن شيل ب 23 مليون برضه بمقدم 5%. مقدم 5%، بعدها بتاخد شهور 5% والبيع على 9 سنين، يا باك لودد حلو قوي السعر، يا ايكوال انستولمنتس. طب هنا
الشاليهات عندي بقى وهنا الشاليهات. عندي شاليهات القديمه زمان كانت مساحتها كبيره شويه، كان اوضتين 142 متر بلاني زرو بحوالي 13 ونص 14 مليون ومتشطبه، والثلاث اوض بلاني زرو برضو كانت حوالي 158 متر، مساحات عظيمه شويه كبيره قوي ب 16 ستارت 15 ونص ل 16 مليون برضو فولي فينيشد. بعد كده الصيف اللي فات نزلنا باستلاك شاليز، استلاك شاليز مساحات اصغر عشان مساحات الساحل الطبيعيه بقى. الاوضتين 93 متر نت اريا، ثلاث اوض 123 متر برضه نت اريا. الاوضتين بتبدا من 11 وربع توصل ل 12 ونص حسب اللوكيشن وحسب هي الدور الكام. حلو قوي السعر قوي والله سعر على الكواليتي اللي هتاخدها صدقني مش هتلاقيه، واليونتس بجد مش كتير، فده بيديك ميزه كانفستر برضه ان انت هتكسب فيها مش كل سنه، لا بكلمك في كل ريليس. يعني كل منزل بعماره لا بمقدم 5%، اللي اشترى كسب خلاص، اللي اشترى كسب. والباقي على 9 سنين متشطب غرفتين والثلاث اوض بتبدا ب 13 ونص ل 14، فده سعر والثلاث اوض 13 ونص ل 14، ده حلو جدا برضه جدا. متشطبه. عندي الجيو فيلا لا او التاون هاوس ده بيبدا من 25 مليون. عندي الفيلا تبدا من حوالي 27 مليون برضه متشطبه. عندي هنا توين شاليز، حاجه شبه توين هاوس بس توين شاليز، عندي شاليهين ارضي في المبنى وشاليهين فوق ببنت هاوس ماشي زي السينيور كده، زي فكره هو سينيور بالظبط. وعندي الايدج فيلا. اسعارهم ايه دول الارضي بتبقى حوالي من حته من 19 او من 20 ل 21، البنت هاوس من 22 23، كل ده متشطب. طيب مين جيرانك بقى في زمد؟ مين جيراني في زمد؟ ماشي، انا على يميني بالظبط هاسيندا ووترز. هاسيندا ووتر بالظبط ماشي، بالم هيلز. وعلى شمالي فرق 3 كيلو جون، في ما بيننا غالبا كاليكوس جون. كاليكوس ودايركشن وايت. حلو. بعد كده جون بالظبط، جون يعني بعد 3 كيلو ووراه سوان ليك. طب عايز تقول اي حاجه للعميل اللي بيتفرج على الفيديو ده؟ والله انا هقولها لك تاني، والله مش ببيع، يعني انا ببيع بس انا مش ببيع لك. لو ما اشتريتش السنه دي تيجي السنه الجايه بصيف وش تقول كان عندك حق. لا لو ما اشتريش، لو ما اشتريتش زمد بالتحديد ولا والله. في اي مشروع في راس الحكمه. لا الكلام ده عشان هتفرق. لا هبقى منحاز بقى زمد طبعا. يعني زمد انت شايف ان ده قيمه مقابل سعر؟ شايف ان الشركه قيمه قليله قوي؟ والله قيمه سعر قليله قوي مقابل سيرفيسز وامانيتيز وكواليتي وخمس اوتيلات وناس بتبني وناس بتديزاين في مشاريع تقيله جدا 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 ب4 اضعاف اسعارها. انا متشكر جدا ليك يا كريم. حبيبي اسلام، والله ده كان شرح لمشروع زمد، واحد من المشاريع اللي خلاني اجي مقر الشركه في زايد عشان اشرح، لان العميل بيطلب زمد فكان لازم طبعا اجي. وما تترددش لحظه انك تتواصل معايا لو عايز تعرف اي مقارنه ما بين اي مشروع والتاني داخل سواء سيدي عبد الرحمن سواء راس الحكمه. دايما بنتعامل بحياديه، ودايما ما بنعملش فيديوهات بشرح الا الافضل شركات موجوده في السوق المصري، سواء في الساحل سواء في زايد اكتوبر سواء في التجمع سواء في العاصمه. بنحاول دايما ان احنا نقدم خدمه لكل المستثمرين. اعمل سبسكرايب، اعمل متابعه دايما للقناه بتاعتي. شكر جدا ليك يا كريم. طولنا عليكم. فيديو زمد، انا عارف ان الفيديو كان طويل بس عشان كريم شرح المشروع بكل التفاصيل بتاعته، وشكرا جدا ليك. شكرا.